أيها السادة والسيدات، من الفضائل الترية بالعاصمة أسمر أن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. دعوة لمواصلة الاستثمار في الشباب، ارتفاع المشاركة في بدة، واتيح لخدمات المياه في بدة. تركيا تواصل عملية تعقيم ضد الأكراد في سوريا. طوكيو تجري أول تدريب لمواجهة هجوم كوري شمالي. وبركان مايون بالفلبين يطلق عملية كثيفة من الرماد. أهلا بكم للتفاصيل. قيم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة أنشطة العام الماضي ووضع خطة العمل لهذا العام استنادا إلى الخطة الاستراتيجية الخمسية الموضوعة في إطار البرنامج الوطني للتنمية والتصدي وتمتد حتى 2021. وأوضحت تقارير الأقسام وفروع الأقاليم المقدمة في الاجتماع الذي عقد يومي 20 و21 من يناير بمركز الكفاءة المؤسسية بمباتكالا عن تحقيق نتائج مرضية من جهود الارتقاء بالوعي السياسي والتنظيم والبرامج الصحية والاجتماعية والثقافية والتدريب المهني وفتح فرص القروض للمتدربين وتطوير مراكز الشباب ودور المجتمع والشركاء في برامج الشباب ومساهمة الشباب العتري في المهجر بالبرامج الوطنية. وبعد نقاشات حول التقارير المقدمة توصل الاجتماع إلى تفاهم للعمل هذا العام لمواصلة برامج رفع الوعي السياسي للشباب وتقوية مشاركتهم والدفع بتأهيل الكادر الذي بدأ في الكليات وتنظيم مهرجان مؤسسات التعليم العالي بما يعكس مستوى وكفاءة الطلاب والعمل لتنظيم المهرجان الشباب الثامن في سوا تماشيا مع جهود التنمية وإدخال وسائل انتقال الشباب المتدربين إلى العمل. ودعا رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد الدين في الكلمة الختامية للقيام باستثمار منسق للنتائج فاعلة، مؤكدا بأن الاتحاد سيعمل بالتركيز على الأسرة في جميع الأقاليم لأهمية دور ومساهمة المجتمع والأسرة على وجه الخصوص. تم إنجاز 75% من عملية تنفيذ الخريطة السكانية لبلدة إيدن بمديرية علا بريد. ويتضمن البرنامج الجاري بتعاون قسم التنمية المعمارية في إقليم عنسبة ومكتب وزارة الأراضي والمياه والبيئة والمجلس الاستشاري لبلدة إيدن والسكان إزالة المباني المشيدة خارج الخطة السكانية وتوسيع الشوارع الضيقة وجعلها ملائمة لخطوط الكهرباء والمياه وتأمين نظافة البيئة والحدائق. وأوضح مسؤول المسح والخرائط في قسم التنمية المعمارية بإقليم عنسبة المهندس برخت محتاب أن عملية المسح الجارية ضرورية لحصول السكان على خدمات جيدة وسريعة وخاصة خدمات إطفاء الحريق والإسعاف. وقال المهندس برخت أن عملية المسح والتخطيط سيتم إنجازها حتى شهر مارس 2018. وذكر عضو المجلس الاستشاري لبلدة إيدن السيد قلاي ولد مريم أن العملية تتم بموجب طلبات السكان. من جانبه أكد مدير بلدة إيدن السيد عبد عمار على الجاهزية لإنجاز البرنامج، موضحا بأنه يساعد لإعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها خارج إطار القانون والحد من انتهاك القانون وتحصيل الإيرادات الضريبية. قال سكان ضحية بدة في مديرية قلعلو أن إنشاء مشاريع المياه سهلت من معيشتهم وضمان صحتهم. وأشار السكان لمعاناتهم السابقة للحصول على مياه الشرب الصالحة وتعرضهم لأمراض المياه الملوثة. وأوضح سكان بدة أن إرساء الخدمات الاجتماعية عامة والصحة والتعليم والمياه أسهم لتجمع القرى وزيادة عدد السكان، مطالبين بتوسيع مشروع المياه تلبية للنمو السكاني. ويقطن ضاحية بدة أكثر من 10,000 مواطن وتوجد فيها أراضي زراعية مساحتها أكثر من 3,000 هكتار ومدارس للمراحل الثلاثة وعيادة ومشروع مياه. عقد اجتماع يوم 18 من يناير في مدينة عصب بحث دور المعلم لتوجيه الطالب.
وقدم مسؤول التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ إدريس علي توضيحا في الاجتماع الذي شارك فيه معلمو 14 مدرسة في مديرية عصب حول مهام المدارس والمعلمين، وقال أن للمعلم المسؤولية المهنية لبناء الطالب بالقيم السمحة إلى جانب التعليم الأكاديمي الذي يقدمه. وأوضح بأن تطور البلاد يتأتى بتسلح المجتمع بالعلم والمعرفة، داعيا المعلمين لنقل المعرفة جيدا إلى الطالب والتعرف على الطلاب والمحتاجين للتقوية ومساعدتهم. وقال أن التأهيل الذي تقدمه وزارة التعليم باستمرار للمعلمين يهدف للارتقاء بقدراتهم من جانب وتنفيذ المسؤولية الملقاة عليهم كما يجب. من جانبه أوضح مسؤول المدارس في مديرية عصب الأستاذ تسفى مهرت أن برهان أوضح الخدمات التعليمية ونتائجها في المديرية. إلى فاصل قصير للمشاهدين الأفاضل ومسمى وفيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم جديد. قصفت تركيا أهدافا في شمال سوريا، وقالت أن عمليتها التي بدأت منذ 3 أيام ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذين يسيطرون على منطقة عفرين ستستكمل قريبا. وبدأ الجيش التركي وحلفائه من المعارضة السورية عملية لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب من الجيب الواقع في شمال غرب سوريا، الأمر الذي فتح جبهة جديدة في الحرب الأهلية السورية رغم دعوات بضبط النفس أطلقتها الولايات المتحدة التي سلحت الوحدات. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية على صلة بمسلحين انفصاليين أكراد ينشطون في تركيا، وأغضبتها مساندة واشنطن لهم. وعبرت الولايات المتحدة التي تساند الوحدات في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا عن قلقها من تطورات الوضع هناك. أجرت العاصمة اليابانية طوكيو أول تدريب للإخلاء عند التعرض لهجوم صاروخي مع لجوء المتطوعين إلى محطات مترو الأنفاق وأماكن أخرى تحت الأرض ستتحول لملاجئ بالنسبة لطوكيو في حالة شن كوريا الشمالية هجوما صاروخيا. وشملت عمليات الإجلاء المحكمة في أراضي للمعارض ومتنزه محيط باستاد طوكيو نحو 300 متطوع. وترى طوكيو أن التهديد الذي يمثله تطوير بيونغ يانغ لصواريخ باليستية وأسلحة نووية يتفاقم. وأجرت مدن وقرى يابانية صغيرة تدريبات مماثلة مع مضي كوريا الشمالية قدما في برامجها الصاروخية والنووية. أطلق بركان مايون الأكثر نشاطا في الفلبين أعمدة كثيفة من الرماد والشظايا البركانية، فيما تحذر السلطات من إمكانية حدوث ثوران خطير في غضون أيام. وذكرت شبكة إخبارية أن السلطات رفعت مستوى التأهب إلى 4 على مقياس من 5 درجات، ما يعني أن البركان قد يثور في غضون أيام. ويبلغ ارتفاع هذا البركان 2460 مترا، وكان أعنف ثوران له وقع في عام 1814 عندما قتل 1200 شخص جراء الحمم البركانية التي دمرت بالكامل مدينة كاجاسوا. وفي الخبر الأخير لهذه النشرة، دفع الشغف الشديد بالموسيقى طالب هندسة بولندي إلى ابتكار زراعة روبوتية تقوم بالعزف على عدة آلات موسيقية بطريقة فيها الكثير من المهارة. الطالب في جامعة العلوم والتكنولوجيا في كرافكوف ببولندا ابتكر الروبوت الاصطناعي ستاسيك، والذي يرافقه في كل بروفاته الموسيقية ويساعده بالعزف. والروبوت يلعب بلوحة المفاتيح ويدق الطبول في وقت يعزف فيه مبتكره سوياتا على الكمان. وثمن الأستاذ المشرف في كلية الهندسة موهبة تلميذه الموسيقية، وقال أنه طالب فريد، مؤكدا أن عملية المبدع أضاف لونا جميلا إلى الحياة الجامعية.
مع هذه المشاهد المشاهدون الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم في أمان الله وحفظه.